خاصة داخل مناطق الجزاء. تعالوا مع بعض نتعرف على هذه الحالات. نبدأ بالحالة الأولى ونشوف مع بعض هنا هل كان في ركلة جزاء أم لا. ادي الحالة، مدافع أخذ الكورة، اللاعب المدافع اللي هو الأبيض، المهاجم الأبيض، هنا المدافع لم يلمس الكرة، ونقف هنا هنلاقي فيه ركل، وركل داخل منطقة الجزاء. وادي المغرب، ادي مدافع ومهاجم وصراع على الكرة، والمهاجم ينجح في الدخول امام المدافع ثم يسقط. نقرب من الحالة شوية ونشوف ما هو سبب السقوط. نمشي مع بعض. ادي الايد وادي القدم، وهناك ايضا ركلة جزاء لم تحتسب. ادي اليد هو في الظهر، وادي القدم، وهناك ايضا ركلة جزاء لم تحتسب لصالح الفريق المغربي. هيبان لنا من اللقطة الاخرانية وهنشوف ادي اللاعب اهو، ادي الدفع وادي العرقلة من الخلف. اذا ركلة جزاء ايضا لم تحتسب للمغرب. نشوف هدف جنوب افريقيا الاول ونشوف هل اذا كان تسلل ام لا. نشوف مع بعض الهدف. ادي الحالة، حالة دقيقة جدا، تم تسجيل الهدف. انتظرنا لفترة كبيرة على اي اساس حكم الفار حكم على انه لا يوجد تسلل. لابد ان تظهر لنا الخطوط. هنشوف مع بعض. ادي الحاله، ادي لحظه لعب الكوره، هناك شك كبير، ولكن ظهرت بعدها يمكن ب10 دقائق الخطوط لتثبت ان اللاعب كان في موقف سليم، وبالتالي الهدف سليم. اخر حاجه هنشوف ركله الجزاء التي تم احتسابها للمغرب وكانت من لمسه يد. تعالوا مع بعض نشوف الحاله ونتاكد من صحه ركله الجزاء. ادي الكوره وادي تصويبه، ويد اللاعب خارج الجسم مكبره للجسم. لا ننظر هنا الى المسافه، لا ننظر الى اي شيء. اليد في وضع غير طبيعي. هيبان لنا من اللقطه دي اكتر لقطه مبينه، ولمسه اليد موجوده وركله الجزاء موجوده. اهي ادي اخر صوره مبينه ركله الجزاء الصحيحه في هذه المباراه. انتهت المباراه ب2-0 هارد لك للمغرب. ده كان كل اللي عندنا في مباراه اليوم.